5 انواع للغات البرمجه لازم تكون عارفها. اي سكول هتقولك عليهم. اول نوع وهو البروسيجر لانجويجز، وهو نوع من لغات البرمجه اللي بيحل مشكله ما بطريقه السطر سطر. يعني كل سطر بيبقى موجود في الكود بيبقى فيه امر معين لما بيتنفذ بيحل المشكله دي. تاني نوع وهو الفانكشنال لانجويجز. اللغات هنا من النوع ده بتكون معتمده على بلوكات كود منفصله عن بعض، وبرضه مهمتنا هي حل مشكله، فبنستدعيهم بشكل ما بحيث ان احنا نحل المشكله دي. ثالث نوع معانا وهو الاكثر شهره الاوبجكت اورينتد بروجرامينج او الاو بي، وهنا من اسمه واضح ان هو بيعتمد على الاوبجكت، وهو النوع الاكثر تعقيدا عشان بيكون متداخل مع بعض، بس هو الافضل والاكثر استخداما في السوق. لو عايز تعرف معلومات عنه هتلاقيني شرحته بالتفصيل في القناه. والنوع الرابع معانا هو السكريبتنج لانجويجز. النوع ده بيتم استخدامه في الاوتوميشن هو ميكنه المواقع او انك تعمل حاجه روتينيه بشكل اوتوماتيك. واخر نوع معانا هو اللوجيك بروجرامينج لانجويجز، ودي اللغات اللي بتقول للكمبيوتر يعمل ايه وما يعملش ايه، لان هي اصلا اللي بتوجه الكمبيوتر للمهام بتاعته من خلال شرائح السيليكون اللي بتبقى موجوده فيه. ما تنساش تشاركنا في الكومنتس كنت تعرف كام نوع منهم، وابعت الفيديو لصاحبك المبرمج اللي ما يعرفش انواع لغات البرمجه.